ما سألتش نفسك كنت بتشتري الفانوس ده هو بدأ منين؟ تعال هقولك. في قصص كتيرة حوالين الفانوس، إن الخليفة الفاطمي كان بينزل بالليل في ليلة الرؤية عشان يشوف هلال شهر رمضان المبارك، وكان الأطفال بينزلوا معاه كنوع من أنواع الفرحة لاستقبالهم شهر رمضان. كل واحد فيهم شايل فانوس في إيده ونبو شمعة، مش ده خالص، عشان ينوروا له الطريق. القصة التانية وهي إن الخليفة الفاطمي برضه حب ينور شوارع القاهرة بالليل، فأصدر أمر لكل شيوخ المساجد وقتها إن كل إمام مسجد يعلق على المسجد بتاعه فانوس كبير عشان ينور بيه الشارع. وفي الأخير فالمصريين هم أول ناس عرفوا فانوس رمضان، وده يوم دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة وهو راجع من الغرب يوم 5 رمضان سنة 358 ميلاديا. استقبلوه المصريين ساعتها بموكب حاشد، وعشان الراجل كان راجع بالليل كانوا ماسكين في ايدهم المشاعر والفوانيس والزينة كنوع من الترحيب، وفي نفس الوقت يعبروا بيه عن فرحتهم برجوع الخليفة. ومن ساعتها فضلت الشوارع منورة طول ليالي رمضان، وبقى الفانوس مظهر أساسي من مظاهر شهر رمضان المبارك.